صباح الخير، ازيكم؟ يا رب تكونوا كلكم بخير وصحة وسعادة. فيديو النهاردة ان شاء الله هيكون عن ازاي نستعد للدراسة والمدرسة احنا وولادنا. لان انا بعمل الفيديو ده علشان انا عن نفسي كنت عندي حالة توتر جامدة جدا من فكرة ان دي اول سنة، يعني ان شاء الله ابني هيدخل المدرسة. وانا مش هضحك عليكم، يعني ما كنتش بحب المدرسة وانا صغيرة، كانت بالنسبة لي حاجة. فبقى عندي نفس الاحساس ده، احساسي وانا صغيرة جايلي دلوقتي، فالقوم مش عارفة اشجعه ازاي او احببه في الموضوع. فلقيت نفسي متوترة جدا ومش مبسوطة، في حين ان اصحابي يعني اللي ولادهم في نفس السن والمرحلة مبسوطين يعني وفرحانين ان ولادهم داخلين وكبروا بقى ومدرسة، وانا متضايقة. فلقيت نفسي لا، انا لازم اهدى وان انا احب الموضوع علشان اعرف احبب ابني في المدرسة، وهي حاجة هنعدي بيها لازم، يعني ما فيش حل، ما عنديش حل غير ان هو لازم هيروح المدرسة. فقعدت بالراحة كده، هديت نفسي الحقيقة، وبدأت افكر انا يعني عايزة السنة الدراسية دي بإذن الله يعني تمشي شكلها ازاي. عايزة تبقى منظمين مرتاحين نفسيا، ما احناش في مشاحنات طول الوقت، نام يلا عشان هنصحى بدري والتوتر وشدة الاعصاب دي. فقعدت افكر كده، يعني عملت زي خطة كده الدراسة، يعني السنة ان شاء الله تكون ماشية ازاي، وانا حابة ابني يبقى بيفكر ازاي وهشجعه ازاي وكده. فسألت اصحابي على شوية حاجات تخص المذاكرة وكده، وعلى انا قعدت افتكر ايه كان بيبسطني، ايه كان بيضايقني وانا صغيرة، على انا نفسي في ايه. فكونت فكرة كده، فحبيت ان انا اشارككم الموضوع. اول حاجة لازم طبعا ان احنا نتكلم مع ولادنا انه المدرسة دي حاجة جميلة، وانه هتتعرفوا على ناس جديدة ويبقى عندكم اصحاب كتير، هتطلعوا رحلات، هتتعلموا حاجات جديدة مش عارفينها هنتعلمها. وهي دي الحاجة اللي هتخليك مثلا لما تكبر تشتغل كذا حاجة بقى اللي هو نفسه فيها، او تديله امثلة، يعني تشتغل مهندس، ضابط، مش اي دكتور، يعني ايا كان تدي امثلة كده. دي حاجة مهمة جدا. وكمان تشجعيه انه وتديله ثقة في نفسه ان هو شاطر، وانه انا معلش بتكلم على انه ولد عشان ابني ولد، يعني طبعا سواء ولد او بنت طبعا انه هو شاطر وانه ذكي، بيعرف يفكر وبيتعلم بسرعة. اذا هو بيروح حضانة فهو هيبقى متعلم حاجات في الحضانة، الحروف، الارقام. اذا مش بيروح فانت اكيد برضو اشتغلتي مع حاجات في البيت، فنقعد نراجع على الحاجات دي واقوله برافو انت شاطر، انت عرفتها، انت كده هتبقى شاطر جدا في المدرسة. فهو هياخد ثقة في نفسه، وهيتشجع ان هو يعني هيبقى مميز في المدرسة وكده. بعد كده لازم نعودهم قبل الدراسة بأسبوعين 10 أيام على النوم بدري والصحيان بدري، علشان ما نتعبش بقى في أول كام يوم في المدرسة، أو يصحى أول يوم فجأة يلاقي نفسه رايح المدرسة وصحي بدري ومش قادر يفتح عينيه وكده. فقبلها بأسبوعين هنبتدي ننيم بدري ونصحي بدري. لو طبعا عشان صعب جدا تدخلي حد ينام وهو مش عايز ينام، فهنصحي بدري يوم، نروح صحيين مثلا الساعة 7 الصبح، خلاص كلنا صحينا، وهناخد بقى اليوم كله، محد مش هينام في نص اليوم علشان ينام بالليل في الميعاد اللي انتي عايزاه ينام فيه. خرجيه بقى، اشغليه في اي حاجة بحيث ان هو ما ينامش في نص اليوم ابدا. كمان لما هننزل نشتري الادوات بتاعه المدرسه، الشنطه، الحاجات، التجهيزات بتاعه المدرسه، وانا هقولها برضو في الفيديو دلوقتي. نبقى نازلين كده واحنا ايه، عندنا حاله من السعاده. اي نعم هننزل ندفع شويه فلوس، بس يعني لازم نبقى مبسوطين برضو وننقل لهم انه يعني الفرحه بتاعه ان احنا نازلين نشتري حاجات المدرسه. نجيب له الشنطة اللي نفسه فيها، الشخصية على الشنطة تكون حاجة هم بيحبوها الولاد. الزمزمية تبقى شكلها حلو، حاجات اللي هو ايه بيحبها وهو اللي يختارها. بلاش يعني
الامهات دايما تلاقيها ايه بتقعد تفكر الشنطه دي عشان تعيش للسنه الجايه، والشنطه دي لا يعني نقي حاجه تكون نوعها كويس، تبقى خفيفه مش تقيله وهي فاضيه، علشان لما تتملي حاجات ما تبقاش تقيله قوي. وسيبيه هو يختار، يعني الشنطه تكفي السنه، والله نفعت سنه جايه خير وبركه، بس يعني اول سنه دي خليه هو نحس كلنا بفرحه ان احنا بنختار حاجات جديده ويبقى على ذوقه. كمان عايزين نبتدي نقوله مثلا انه لو انت كنت شاطر طول الترم وتركز كويس في المدرسة، والميس او المدرسة بتاعتك مبسوطة منك، وكنت مؤدب، ونأكد على موضوع مؤدب دي عشان كل ام كده بتشتغل على ابنها او بنتها، فكلنا نطلع ولاد كويسين. هجيب لك هديه مثلا الحاجه الفلانيه اللي هو بقى مثلا حاجه نفسه فيها او كده، هنخليها دي مكافاه بتاعت اخر الترم، سواء بقى على درجات، على ان هو كان مؤدب انه كده، فتبقى دي حاجات تشجعه. عايزين كمان نتعود على ان احنا نحط نظام غذائي، بمعنى او يعني نظام كده في الاكل يبقى فيه كل العناصر الغذائيه، يبقى على قد ما نقدر يكون في مواعيد للاكل ثابته، وده صحي لينا كلنا كافراد اسره مش للطفل بس. بناكل في مواعيد ثابته، ونفطره قبل ما ينزل، برضو دي حاجة مهمة علشان ياخد طاقة، مش يستنى لما البريك يجي فياكل، فهيبقى الوقت كتير عدى وهو مش واكل. فدي حاجة مهمة. كمان عايزين ان شاء الله بقى لما الدراسة تبدأ وهتودي ابنك الصبح، بلاش بقى الصحيان، انا قلت الكلام ده في فيديو بتاع الحضانة قبل كده كنت عاملاه السنة اللي فاتت. بلاش نصحي بقى بخناق وبنصحيه من بعيد وهو في اوضه وانا مش عارفه فين وكده. مش عايزين كده، عايزين ان احنا نصحيه بهدوء، وما يبقاش فيه توتر الصبح قبل ما ننزل. الدنيا تبقى ماشيه كويسه. كمان لما يرجع بالسلامه من المدرسه، سواء انتي هتجيبيه سواء هيجي بالباص بتاع المدرسه، نستقبله استقبال حلو، الحمد لله على السلامه، تاخديه في حضنك، انت وحشتني خالص النهارده، عملت ايه اليوم، كان حلو كده. هيدخل ياخد شاور يصلي، مش لازم ابنك يبقى عنده 7 سنين عشان تعوديه يصلي، خليه يصلي حتى لو يعني مش بيصلي صح 100%، بس يتعود على انه في حاجة اسمها صلاة هتسهل عليكي لما يكبر. فدي حاجة مهمة جدا. وبعدين هيتغدى وهنبتدي على طول في الهوم وورك او الواجبات المدرسية. اصحابي نصحوني ومامتي الله يرحمها كانت بتعمل معايا كده، ما بتقعدش جنبي اذاكر او وانا بعمل الواجب. انتي هتوجهي بس انه عندك ايه، عندك هتكتب مثلا كذا او هو ده الهوم وورك، طيب اعمله تعالى وريني، مش تفضلي قاعده جنبه. الهوم وورك يتعمل وانتي بس ايه تبصي عليه بصه، تتاكدي ان هو عامله صح، ان هو عمله فعلا، انه كذا، توجهي لو مش حاجه واقفه قصاده تفهميه بس وخلاص، لكن مش تفضلي قاعده من اوله لاخره. عوديه كمان ان هو يرجع يحكي لك عمل ايه في المدرسه او يومه كان عامل ازاي. ما تزعقيش لو حكالك حاجه هو عملها غلط او كده، ما تاخديش الموضوع بزعيق، وعلشان يبقى ما بيخافش ان هو يحكي لك، ونبقى اصحاب من وهو صغير، مش لما يكبر يبقى مراهق ابتدي ابقى فجأة عايزة صاحبه، لا، انا ابقى مصاحبة ابني او بنتي من وهم صغيرين خالص، ان هم بيرجعوا بيحكي لي كل حاجة. فدي حاجة مهمة. وزي ما قلت بقى لما بننزل نشتري الحاجات بتاعة الدراسة التجهيزات اللي هي بتاعه المدرسه دي، نبقى مبسوطين كده وفرحانين، نخرج اخرجوا حته اوديه ملاهي بعدها، حسسوا ان احنا باكد فكره انه احنا عملنا حاجه كويسه، ان احنا داخلين على حاجه كويسه. جيب له ان شاء الله حاجه حلوه هو بيحبها، لعبه صغيره، اخرجه في مكان بيحبه، وهكذا. نيجي بقى لمشتريات المدرسه. الاول عايزه اقول حاجه، عشان يعني انا نفسي يعني يبقى كل كده بلاش حكايه اللي يضربك اضربه دي. طالما احنا في المدرسه
وفي حد نرجع له، ده رأيي الشخصي طبعا وكل واحد حر، بس يعني انا بشوف كده، لان لو كل واحد اللي يضربك يضربه خلاص بقينا يعني مش حاجه لطيفه، يعني انه في حد نرجع له. المدرسه انت اتضايقت من فلان ضايقك او كده، هترجع للمدرسه بتاعتك هتقول لها وهي تتصرف. ده رأيي الشخصي يعني. بالنسبه بقى لمشتريات المدرسة، طبعا الهدوم بتاعة المدرسة دي شيء أساسي، اليونيفورم بتاع المدرسة. المفروض الناس بتقول اشتري طقمين وطقمين، يعني صيفي طقمين صيفي وطقمين شتوي. أنا اشتريت أكتر شوية، لأن يعني وارد مثلا متلحقيش تغسلي الهدوم، ما نشفتش، حصل حاجة وانتي لسه مش مكوية وانتي بتلبسي حاجة اتبقعت أو حاجة كده، فيبقى عندك على طول الهدوم بزيادة. طبعا الشرابات، الشوز، الشنطة، الزمزمية، الادوات بتاعة المدرسة. في مدارس دلوقتي بتدي هي الادوات، بتدفعي لهم الفلوس وهما بيجيبوا الادوات يدوها للولاد، وفي مدارس انتي اللي بتشتري الادوات. فحاولي اشتري لهم بقى حاجات كده تبقى ملفتة ومشجعة ليهم، يبقوا مبسوطين ان هو ماسك القلم ده او الكراسة دي او كده. والاختراع بقى اللي هو مكانش موجود على ايامي، اللانش بوكس ده، اللي هو علبة بلاستيك كده بتحطي فيها. زمان كان هو الكيس اللي بيتباع في رول ده، بتقطعي وتحطي فيه السندوتشات كل يوم كيس جديد وخلاص. دلوقتي اللانش بوكس ده بقى من الاساسيات بتاعة المدرسة. ف هتحطي اللانش بوكس ده، هتشتري برضو حاجة تكون من الحاجات اللي الاطفال بتحبها. ولما سألت بقى اللانش بوكس ده بنحط فيه ايه، اصحابي بقى قالوا لي انه ممكن تحطي الساندوتش بتاعه اللي هو حاجة اللي هو بيحبها، ممكن بيتزا، قطعة بيتزا، ممكن كرواسون، ممكن فطائر مثلا جبنة او عجوة، خيار متقطع، موزاية، تفاحية، كورن فليكس ناشف كده الولاد بيحبوا ياكلوه، او الكورن فليكس البار ده، كيكه، بسكوته، بسكوت، يعني تحطي له فيه الحاجه اللي هو هياخدها معاه المدرسه، عصير او علبه لبن. ومفيش مانع يعني، ده بالنسبه يعني اللانش بوكس، مفيش مانع بقى ان احنا ندلع برضو ولادنا شويه، نجيب له برفيوم كده صغيره ليه عشان يحط منها، يبقى برضو دي حاجات بقى دلع شويه يعني. فرشه شعر جديده، البنات توك حلوه تكون مناسبة يعني للمدرسة، حاجات كده ايه من باب ان احنا بندلعهم يعني شوية. بس كده، هو ده كان الفيديو، وكل سنة وانتم طيبين، وان شاء الله يا رب كده ربنا يوفق ولادنا كلهم في كل الاعمار، ونشوفهم احسن الناس ويبارك فيهم. وان شاء الله تبقى سنة كده دراسية خفيفة ولطيفة موفقة علينا كلنا يا رب ان شاء الله. ونشوفكم ان شاء الله على خير في فيديوهات تانية، وكنت معاكم نسرين مصطفى، ومع السلامة.